السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين. معاكم انا دينا من قناة كيدز كورنر وفيديو جديد. فيديو النهاردة هنعمل فيه 4 افكار مختلفة لتوزيعات العيد، بدون بقى قص فوم واللزق وشمع وحاجات من دي كلها باستخدام الطباعة. يلا بينا نشوف اول فكرة على طول مع بعض. ده ورق A4 عادي، طباعة ورق عادي خالص، من اللي هو الخفيف يعني، مش ورق تقيل ولا حاجة. نزلت الرسومات دي من على النت وطبعتها طباعة الوان كده بالطريقة دي. انا كنت هقسم الورقة نصين علشان اعمل الفكرة الاولى، بس حسيت ان هي هتبقى صغيرة شوية فخدت 3/4 الورقة كده وتنتها بالشكل ده. وهبدأ ألزق القاعدة من تحت كده باستخدام الجلو ده او الصمغ ده. طبعا لو في دبل فيس يبقى احسن كتير. هلزقها من تحت كده وبعدين هلزق الجزء اللي في النص ده، بس مش هلزقه كله للاخر عشان اعرف احط الحاجة اللي انا هحطها جوه. حطيت حبة فراولة بقى وحلويات وحاجات من دي كده، وحطيت فيها كمان العيدية. وهبدأ ألزق بقى الجزء اللي فوق وبقية الجزء اللي انا سايباه في الطول. زي ما انتوا شايفين كده. ممكن بقى نقصها قصة بالمقص عادي، وممكن نستخدم المقص ده مقص كده بيعمل اشكال زجزاج وحاجات من دي. لو مش عندكم طبعا المقص ده ممكن نستخدم المقص العادي. لو عايزينه بالشكل ده ممكن نرسم بالقلم كده خط مموج كده ونقص عليه، هيبقى شكله حلو قوي. دي فكرة سهلة كده وسريعة، بس عجبتني والاطفال حبوها بصراحة. الفكرة بقى التانية، ده ورق سميك شوية عن الورق الاولاني. الورق الاولاني ورق طباعة عادي، تقريبا كان 70 جرام. ده حوالي يعني 120 جرام كده ولا حاجة بالتقريب يعني، ده مش اكيد. وطبعت الرسمتين دول، طبعا نزلتهم برضو من على النت. الصور اللي انتوا عاوزينها او اللي بستخدمها في الفيديوهات بسيبها لكم في المنتدى الخاص بالقناة. لو مش عارفين توصلوا للمنتدى هعمل لكم سلسلة صور كده، مش عارفة اسميها ايه، بفكر اسميها سلسلة صور اصدقاء اليوتيوب مثلا، وانزلها لكم على البيج بتاعنا على الفيس، وتدخلوا تحملوها وتبدأوا تطبعوها على طول وتشتغلوا بيها على طول من غير ما تدوروا وتبحثوا وكده يعني. فهسيب لكم لينك البيج بتاعنا في صندوق الوصف بتاع الفيديوهات، وادخلوا شوفوا الصور اللي انتوا عايزينها حملوها. انا قصيتها بالشكل ده كده، وقصيت التانية بنفس الطريقة. في الخط ده ممكن نستغله في حاجة. انا استخدمت القطر بتاعي كده وقصيته، يعني فتحت مكان الخط ده من فوق ومن تحت كده اهو زي ما انتوا شايفين كده. وهجيب بقى العيدية اللي هنحطها في الكارت، هلفها وابرمها كده وهبدأ احطها هنا. لو مش عارفين تفتحوا الفتحة دي او مش عندكم قطر ولا حاجة، بلاش نفتح الفتحة دي. هنجيب العيدية برضو عادي وهنلفها بالطريقة دي، وهنربطها بشريط ستان رفيع خالص. لو ما فيش شريط ستان ممكن نقص مثلا ورقة مقاس سنتي واحد كده ونلفها بيها ونلزقها بالصمغ برضو عادي، وبعدين نحطها على الكارت بالطريقة اللي انا هحطها دي دلوقتي. هنقص كده الزيادة
وهبدأ استخدم بقى الشمع في النقطة دي. هحط نقطة شمع صغيرة خالص على شريط الستان من ورا، وهبدأ الزقها على الكارت كده. ده لو مش عايزين نستخدم القطر او مش عندنا قطر او الفتحتين دول، يعني الخطين دول مش موجودين. ولزقت فوق كده بونبونايه او اي حاجة كده حلوة للاطفال. يعني الفكرة دي تحفة رقيقة جدا جدا جدا، وفي رسومات كتير طبعا للكروت دي هنزلها لكم برضو. الفكرة التالتة معانا هنستخدم فيها الكوبايات دي. الكوبايات دي كوبايات ورق بتتباع عند محلات اللي بتبيع الاكياس البلاستيك والاطباق البلاستيك والحاجات دي. انا طبعا ممكن نستخدمها اللون اللي عليها عادي، بس انا حبيت ان انا اغير شوية، دهنتها بالسبراي الاحمر ده تغيير لون يعني. انما في اشكال كتير بتتباع بتبقى الوانها حلوة يعني مبهجة وهتعجب برضو الاطفال. ممكن تشتروها على طول عشان ما تبهدلوش نفسكم بالتلوين بقى والسبراي والحاجات دي. انا قصيت الحز بتاعها اللي هو الجزء اللي بيبقى مبروم من فوق ده، وسبته طبعا لان انا هستخدمه مش هقصه. هشيل بس الزيادات كده واظبط الحاجات اللي باظت دي، يعني هسويه بالمقص لو مش عارفين نستخدم برضو القطر. وبعدين هبدأ اتني الجزء بتاع الكوباية كده من فوق. هي هتتنى معانا على طول، يعني مش هتبقى مستطيلة او مربعة او خط مستقيم، لا هي هتاخد الدوران بتاع الكوباية عادي جدا. بس انا هظبط بقى الحاجات اللي مش مظبطة كده. ومن ورا برضو نفس الحكاية هتنيها على بعض كده نفس الارتفاع، ما يبقاش طبعا واحدة رفيعة وواحدة عريضة، لا انا عايزاهم الاتنين زي بعض. ممكن تستخدموا المسطرة وتشوفوا المقاس بالظبط، انما انا عملتها بطريقة عشوائية وطلعت معايا مظبوطة. هحط برضو حبة بونبوني بقى شوكولاتة وحاجات من دي اللي بتفرح الاطفال دي، وهحط برضو العيدية. وبعدين هحط الجزء الحز اللي انا قلت ان انا هستخدمه، وبعدين هقفل الكوباية بالطريقة دي. شكلها تحفة شبه الشنطة كده. الفكرة دي ممكن نستخدمها في توزيعات العيد، ممكن نستخدمها في السبوع والحاجات دي. حسيت ان انا عايزة احط حاجة برضو توضح ان احنا برضو في العيد وكده. طبعت صورة الخروف ده طباعة الوان عادية، وهقصه بالطريقة دي كده وهبدأ الزقه. طبعا ما كانش عندي ورق متوفر استخدمت ورق كنت طبع عليه حاجات قبل كده ومش استخدمتها يعني، لان انا بطبع عندي مش بطبع بره. ده شكلها في الاخر شكلها تحفة بصراحة. دي الفكرة الرابعة معانا. انا جبت الكوباية زي ما هي ما لونتهاش ولا حاجة، شلت برضو الحز بتاعها من فوق، بس المرة دي مش هستخدم الحز خالص. هبدأ اقصها كده حوالي 2.5 سنتي بالطول كده، شرايط شرايط شرايط. ده طول 2.5 سنتي، ده طول الشريط. انما مثلا المسافة ما بين كل قطع والتاني حوالي 2 سنتي. هبدأ اتنيهم بالطريقة دي. طبعا الكوباية عريضة من فوق كنزة من تحت، فهي هتبقى متنيهم هيبقوا داير ما يدور حوالين بعض. شايفين شكلها حلو قوي، بس للأسف الفكرة دي ما كانتش واضحة قوي في التصوير. لا واضحة والله اهي. هبدأ احط برضو الحاجات جواها والعيدية اهم حاجة ما ننساهاش. وهقفل بقى بالطريقة دي. طبعا مش هنسيبها مفتوحة كده، لازم حاجة تثبتها. جبت برضو الخرفان اللي انا كنت لسه طبعاها وقصتها برضو، هحطها واحدة من فوق كده عشان تثبت القفل بتاعها. طبعا بحاجات بسيطة كده بالشمع علشان الاطفال يعرفوا يفتحوها برضو ما تبقاش صعبة عليهم. وعايزة احط واحدة في الوش كده، حسيتها كبيرة شوية فهصغرها بالمقص كده سريعا.
بالطريقة دي، وهحط نقطة شمع برضو صغيرة كده وهلزقها من قدام. في افكار تانية كتير بس ما حبيتش الفيديو يبقى طويل عليكم، فعملت لكم الاربع افكار دول. لو عجبوكم بقى استنوا بارت 2، هعمل لكم برضو افكار تحفة تحفة تحفة. ما تنسوش بقى لو الافكار عجبتكم تعملوا لي لايك للفيديو واشتراك للقناة وتفعلوا الجرس على كل عشان يوصل لكم كل جديد، واكتبوا لي في الكومنتات ايه اكتر فكرة عجبتكم في الافكار دي، واستنوا بارت 2. كل سنة وانتم طيبين. باي باي.